تخيل معي يا معلم تمشي 15,000 كيلومتر بالمغرب بمساحة أغلبها صحراء، وتشوف آلاف البيوت وعشرات القصور، وقبل تكون داير سوريا كلها بيت بيت دار دار زنقة زنقة بس لتختار كم مكان تصور فيهم مسلسل. بس هذا المسلسل طلع بيستاهل، وهو أول مسلسل من الثلاثية الأندلسية تبع حاتم علي والدكتور وليد سيف، صقر قريش. وكانت بس الخطوة الأولى، وخذ بعدها على ترميم وبناء واختيار ملابس لمئات الكومبارس، هذا غير الممثلين الأساسيين. متخيل كل هذا التعب والمسؤولية كلياتها تقريبا على رجل واحد. هذا الشخص هو المبدع ناصر جليلي، يلي رح يستفاد من كل شيء شافه بعدين ليصير من قراءة واحدة للنص بيقدر يحدد شو المكان والبيت اللي بده يصور فيه، لحتى يصير شيخ من شيوخ كار هي المهنة، ويعمل شراكة مع أبرز المخرجين السوريين، على رأسهم المخرج الراحل حاتم علي. وساهم بشكل كبير بعشرات المسلسلات اللي انعملت بسوريا. طبعا ممكن حدا يقول أنا ما بعرف الأستاذ ناصر جليلي من قبل، بقول لك والله ما الحق عليك يا معلم، بس قصة تهميش القامات عنا ماشي جديد، بس رح يصير الحق عليك إذا ما حضرت كل هي الحلقة لتعرف مين هذا الزلمة، وتتعرف على اللي بيصير خلف كواليس المسلسلات من بناء للديكور وما إلى هنالك. حط لي الانترو لنكمل الحلقة. ولد ناصر جليلي عام 1962 لعائلة فلسطينية ساكنة في دمشق، وكان شاب موهوب بالرسم متحمس كتير، وكان أحد أحلامه أنه يدرس إخراج تلفزيوني. وأخيرا إجت المنحة اللي نطرها كتير، وكانت المنحة على بولونيا، وهون كان عمره 27 سنة. بس للأسف ما كانت المنحة عن الإخراج مثل ما كان بيتمنى، وإنما بالعمارة بتخصص ترميم مباني تاريخية، ودرس أيضا النحت والجرافيك. وما كان عرفان انه هي الدراسة راح تكون طريقه ليحط بصمته بالفن. صح ما كمخرج، بس مهمته ممكن تخلي المشاهد يغير رأيه عن العمل كله، يعني لا يقل عمله عن عمل المخرج والممثلين، بل بالعكس في أعمال سقطت سقوط مدوي بسبب الملابس أو الديكور الغير مناسب للحقبة يلي عم يصوروا فيها المسلسل. وهيك إلى سنة 1989 بلش حياته الجامعية بجامعة ووج البولندية. بولندا نفسها بولونيا، مشان ما كنت فات تستغربني إني أعمل لك بولندا أو بولونيا. بجامعة ووج تعرف على شاب تونسي، هذا الشاب هو المخرج شوقي الماجري، وكان هذا المخرج عم يدرس سينما، وكان عم يعمل فيلم قصير اسمه شهرزاد، وكان هذا الفيلم مشروع تخرج شوقي الماجري. وعرض على صديقه ناصر جليلي انه يكون الممثل الرئيسي بالفيلم، يعني البطل الرئيسي للفيلم، وناصر جليلي وافق. نفس المخرج شوقي الماجري راح يكون له دور كبير بمستقبل ناصر جليلي، لانه بعد رجعة ناصر على سوريا اشتغل بالديكور الداخلي للفيلات لفترة. وبسنة 1997 بيجي المخرج شوقي الماجري على سوريا، ومين راح يستقبله؟ أكيد ناصر جليلي، صديقه بأيام الجامعة اللي عاشوها سوا. وراح الأستاذ ناصر على شركة شام الدولية، كونه شوقي الماجري راح يبلش يخرج عمل جديد واللي كان اسمه تاج من الشوق. قعد ناصر جليلي بمكتب شركة شام الدولية، ولكن شوقي الماجري تأخرت طيارته وتأخر وصوله عن هذا الاجتماع، فقعد الأستاذ ناصر جليلي يدردش مع الأستاذ صلاح طعمة واللي كان وقتها مدير الانتاج بشركة شام. وكان عم يحكي له لناصر جليلي انه مدير الديكور تبع مسلسل تاج انسحب فجأة، ومن حديث لحديث قال له شو رأيك تصير انت مدير الديكور. اتفاجأ كتير ناصر جليلي بهذا الحكي، الزلمة جاي يشوف رفيقه، فشاف حاله عم يتوظف وبشغل راح ياخذ منه جهد وتحضير ما فتحوا رزق. وفعلا صلاح طامة بيرفع التليفون وبيتصل بأيمن زيدان يلي اصلا كان مدير شركة شام الدولية بوقتها، وسألوا للفنان أيمن زيدان عن رأيه بالموضوع، وفعلا اتحمس كتير للفكرة، وخصوصي انه العمل فانتازي تاريخي وبيحكي عن الأساطير الإغريقية، يعني اختصاص ناصر جليلي، يعني مثل ما قلنا لك هندسة عمارة وترميم مباني تاريخية، يعني حرفيا هذا الشغل طبق على ناصر جليلي. بس لهون ناصر جليلي ما مصدق اللي صار معه، لأنه هو أصلا فايت على مجال جديد ما عنده خبرة فيه، بس قال لك يلا مغامرة ومنعيش.
المعيشة. وهون صرنا بسنة 1997، يعني كان عمره بوقتها 35 سنة. بلش كاريره بعمر 35 سنة وعطانا كل هي العظمة. أي عظمة؟ تابع الحلقة. جماعة التنمية البشرية بيحاولوا يقنعوك إنه لازم تنجح وأنت عمرك 8 سنين وإلا ما بتنجح. هون التنمية البشرية الحقيقية. تم اختيار منطقة بجانب قلعة الحصن لتصوير مسلسل تاج من الشوق. المنطقة نفسها اللي رح يرجع لها بعدين ليصور فيها مسلسل من أهم المسلسلات السورية. بين إبداع ناصر جليلي من بدايته، من قبل ما يخلص تصوير المسلسل ونحضره. شركة شام الدولية وأثناء تصوير تاج من الشوق بتعرض عليه يشتغل مسلسل تاني مع المخرج باسل الخطيب لحتى يصور معه مسلسل جواد الليل. وبتبلش سلسلة من النجاحات بهذيك الفترة، مثل مسلسل بطل من هذا الزمان عام 1999 مع الراحل هشام شربتجي، ومسلسل ليل المسافرين مع أيمن زيدان. مرحبا. عفوا يمكن مخربط ببيتنا. السلام عليكم. وملحمة أخوة التراب اللي عملها شوقي الماجري بالجزء الثاني من المسلسل، واللي كان عم يحكي عن حقبة مهمة وتاريخية بحياة سوريا، وبوقتها بنى دبابات بتشبه الدبابات اللي استخدمت بالحرب العالمية الأولى. وهذا كان التعاون الثاني مع صديق دربه شوقي الماجري الله يرحمه. وايضا اشتغل الديكور برائعة هولاكو ايضا مع المخرج باسل الخطيب. اما ان يقبعوا ساكنين خلف اسوارهم ليكون مصيرهم الموت والجوع والخوف، أو الخروج إلينا بجيش لملاقاتنا. وبعام 2001 الشركة السورية للإنتاج بتكون عم تبحث عن مسؤول ديكور يكون كتير شاطر بمشروع جديد وضخم وفريد من نوعه عنوانه مسلسل صلاح الدين. ووقع الاختيار على ناصر جليلي، واللي كان تحدي كتير كبير إله، وخصوصا انه رح يشتغل مع مخرج معروف عنه انه بيهتم بالصورة والتفاصيل كتير، وهو المخرج الراحل حاتم علي. وبمسلسل صلاح الدين الأيوبي بيقرر ناصر جليلي انه يبني سور كتير كبير، طوله تقريبا 112 متر وارتفاعه تقريبا 12 متر بمنطقة خان الشيح بريف دمشق، لحتى يمثلوا فيه كل المعارك على طرفي السور. المشكلة بمعارك صلاح الدين انه كان فيها اسوار كتيرة، ولا هو ولا حاتم علي بيروح عليهم هيك تفصيل، فصاروا يضيفوا بكل قسم من هذا السور تفاصيل صغيرة لحتى تصير تشبه السور اللي عم تمثلوه بالزمان والمكان. وكانوا يضيفوا المدن كجرافيكس. متخيلين صعوبة الموضوع؟ هذا غير المخيمات اللي كانوا يبنوها للجيوش، وهي من أصعب الأشياء اللي بيشتغلها مسؤول الديكور، ومن أكثر الأشياء اللي تعذب فيها وهو عم يجهز لها. أخيراً بيت المقدس. راح أعطيك مساعدة عن المسلسل اللي تصور جنب قلعة الحصن. كمان هذا المسلسل مليان خيام، طبعا لازم تكون عرفته. ومن بعد مسلسل صلاح الدين عرف انه ناصر جليلي شخص لازم يضل معه بفريقه طول الوقت، شخص مبدع بكل ما تعني الكلمة من معنى، والأهم انه عنده نفس التوجه الفني تبع حاتم علي. بلشت الرحلة بين حاتم علي وناصر جليلي، واللي لحسن الحظ استمرت فترة طويلة وعطتنا أعمال مستحيل ننساها، وفعلا كانت التجربة اللي بعدها قريبة جدا. بمسلسل صقر قريش اللي بلشنا فيه الحلقة، صقر قريش بيحكي عن عبد الرحمن الداخل أول خليفة أموي بالأندلس، وعلى الرغم من بداية المسلسل عم تصير أحداثها بدمشق قبل نهاية الدولة الأموية، إلا أنه أغلب أحداثه عم تصير بالأندلس. فما واقعي أبدا أنك تصور مسلسل بيحتاج إلى طراز أندلسي بمنطقة مثل حمص أو حلب أو دمشق أو أي منطقة سورية. لازم نروح على المغرب. هذا كان رأي ناصر جليلي، الرأي اللي عارضه فيه بعض مسؤولي المسلسل، بس تلقى الدعم وبقوة من حاتم علي، اللي كان واثق تماما انه رأي ناصر جليلي ما رح يخيب، خاصة انه ناصر جليلي زار المغرب من قبل وبيعرفها، ما بس بيعرفها حافظها مثل كيف ايده. هلا رح يجي واحد ويسأل شو الفرق؟ كلها بيوت ونفس الشيء، يعني شو اختلف؟ لا، ما بتخلص القصة هيك. هذا تاريخ حقيقي ما انه فانتازيا، يعني ما خرج نفوت الحضارات ببعضها. فمثلا العمار الأندلسي بيتميز بالأقواس المتعددة والأسقف العالية والألوان الزاهية، وعلى الزخارف الهندسية المعقدة واللي كان اسمها الزليخ أو الزليج، واللي كانت تنعمل على السيراميك. أما الأمويين فكانوا يركزوا على الأعمدة أكثر، الزخارف كانت غير،
ممكن تكون رسومات بشرية أو نباتات أو حيوانات أو زخارف عبر كتابة آيات قرآنية. هي التفاصيل الصغيرة كانت بتفرق عند حاتم علي وناصر جليلي، يلي استمروا بنفس النهج بالمسلسلين الثانيين اللي هن ربيع قرطبة وملوك الطوائف، واللي كانوا مكملين للثلاثية الأندلسية. وحتى آخر مشهد بموت المعتمد تصور بتدمر مثلا ببادية سوريا، الصعوبات كانت أكبر من هيك، وأحيانا كانوا يلاقوا بيت موقعه كتير حلو بس مهدم يرمموا أو يعمروا من الأساس. هذا الحكي إن كان بسوريا أو بالمغرب. أما بالنسبة للقصور فالموضوع أسهل. الأمريكان كانوا يجوا يصوروا بالمغرب، كانوا يبنوا قلاع وما يقدروا يرجعوا يفكوها، وبالتالي ما ينقلوها بسبب التكلفة العالية، فكانت تشتريها المؤسسة العامة للسينما بالمغرب وتستثمر فيها. فما كان في داعي انك تبني قصر يمكن يكلفك 10 مليون دولار، فخلص بتروح وبتستأجر. بس مع هيك كان ناصر جليلي ليضيف واقعية اكثر كان يروح ويجيب فرش بيناسب الزمان والشخصيات للحقبة اللي عم يمثلوا فيها. بنفس الفترة تصور مسلسل كتير قريب على قلبنا، يمكن بهذا الوقت أكثر من وقت نزل، التغريبة الفلسطينية. رجع ناصر جليلي للمنطقة اللي بلش منها، اللي صور فيها أول مسلسل شارك فيه قبل 7 سنين، بس هالمرة ما كشخص عم يجرب وخايف يفشل، راجع بكل ثقة إنه رح يعمل شيء ما انعمل بحياته، وخاصة إنه هالعمل عم يحكي عن القضية الفلسطينية، جذوره، القضية اللي ما قدر يطلعها لا من قلبه ولا من عقله. ببداية التغريبة بتكون الأحداث بقرية آل يونس يلي بيبنيها ناصر جليلي من الصفر. تخيلوا انه بنى قرية من الصفر ليصوروا هذا المسلسل. وبعدها هدمها وبنى فيها المخيم وصور فيها أحداث ما بعد النكبة والتهجير، واختار حلب لتصوير مشاهد المدن بسبب شبهها بعمار حيفا، بس طبعا كان بدها تعديلات، واختار حارة السريان لتصوير هي الأحداث، وبعض المشاهد تصورت بمنطقة صافيتا. كان هم ناصر جليلي بهذا العمل انه يكون العمل فلسطيني 100%، الثياب والاكسسوار وحتى شكل البيوت من جوا ومن برا، ان كان قبل النكبة او بعدها. وفعلا هذا الشيء انتج لنا عمل رهيب، عشنا فيه الألم والذل وقت التهجير، وعشنا فيه العز اثناء المقاومة. حسينا انه رجعنا لفلسطين 1948 ونحن قاعدين بمكان، وكل هذا ما كان انه يكون لولا ناصر جليلي والراحل حاتم علي، واكيد بطبيعة الحال الدكتور وليد سيف. الشجرة انتم زرعتوها؟ بس صارت شجرة هي نبقى ايام بتمر بسرعة. وكل هذا الإبداع عن عمل بميزانية تعتبر قليلة باللي عم يندفع حاليا أو حتى يندفع بهذاك الوقت. فتخيل شو رح يصير لما يشتغلوا بميزانية مفتوحة بالمسلسل اللي رح نحكي لكم عنه هلا ويكسر الدنيا، مسلسل عمر ابن الخطاب. انتوا صرتوا بتعرفوا قديش بحب مسلسل عمر. اتصور المسلسل بدولتين، واحدة اللي هي سوريا اللي صورت فيها أحداث مدينة المنورة وأيضا قصر كسرى، والدولة الثانية هي الدولة اللي صور فيها ناصر جليلي وحاتم علي كتير اللي هي المغرب أكيد، واللي عملوا فيها مدن مكة والإسكندرية، إضافة لحصن مسيلمة الكذاب والبوابة. كان في تحدي كبير بهذا المسلسل بسبب كثرة الشخصيات، على الرغم إنه كتير منهم بيظهر بمشهدين 3 وبيختفي، إلا إنه ناصر جليلي بحركة ذكية استغل هي القصة وعمل بيت كبير جدا، وعمل لهذا البيت 6 أبواب، فبدل ما يكون هذا البيت لشخصية واحدة كان هذا البيت ل 13 شخصية نفس المكان. بس أتحداك تعرف إنه هذا البيت نفسه لبيت الشخصية الثانية. فمثلا بنفس هذا البيت تم التمثيل على انه هذا البيت لأبو سفيان، وبيت ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وبيت شقيقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووالده لخالد بن الوليد قبل الاسلام. متخيل عبقرية ناصر الجليلي؟ ما خلانا نحس بهذا الشيء ابدا، مع انه الاستاذ ناصر كان بيتميز انه بيعمل الديكور من 4 جهات حتى يسهل حركة الكاميرا، ومع هيك صعب تميز. وفي ملاحظة فتتكم فيها انه البيوت اللي انعملت بمكة اللي انبنت يعني بقلب المغرب كلياتها بوابات، مجرد ما تدخل فيها لازم تصور بالبيوت اللي انعملت بسوريا. يعني تخيل معي على هيك ببساطة، تخيل معي انه البوابات تبع البيوت، الابواب تبع البيوت بالمغرب هي على اساس بمكة، فالممثل بده يصور بمكة بيفتح الباب وبيدخل على بيته وين؟ بسوريا. يعني ديكور البيت الداخلي بقلب سوريا. متخيل يعني انت لقطة واحدة بدولتين لازم تتصور؟
طبعا هذا الشيء ميزه عن باقي مسؤولين الديكور بعصره. وفي قصة بتحكي انه بمرة من المرات تأخر عن التصوير، فحاتم علي اضطر يصور، فجاب واحد من مهندسي الديكور المشهورين بالمغرب. ولما اجى حاتم علي فشافه عامل الديكور من زاوية واحدة، فرفض وقتها حاتم علي انه يصور اصلا. هي التفاصيل الصغيرة عن جد بتبين لك مدى عبقرية حاتم علي وناصر جليلي وتفانيهم بالعمل وحبهم له. المهم بنرجع لمسلسل عمر. تصوير المسلسل كان كتير صعب، لانه مثل ما قلت لك احيانا تضطر تصور المشهد من برا البيت بالمغرب، يعني على شكل البناء المجهز، وبعدين يكملوا الحوار داخل البيت اللي هو اصلا بدمشق. الموضوع جدا مرهق بس النتيجة كانت بتستاهل. هذا في ورزازات راح ينتهي هذا المدخل الرئيسي ببوابة القصر كسرى في دمشق. كمان أخذنا سور خارجي في ورزازات، وأخذنا السوق والساحة الداخلية للسور بورزازات. تعرفوا انه معركة الجسر صارت على جسر انصنع يدويا؟ كمان هذا الشيء كان على مسؤولية ناصر جليلي، وهو اللي عمله بإيده، وصار يمرق شاحنات كبيرة عليه لحتى يقيس مقاومته، لأنه في جيش كامل رح يمرق منه ومعهم فيلة. ناصر جليلي ما اكتفى بالتاريخي، اشتغل ببطل من هذا الزمان وليل المسافرين، وأصر انه حاتم علي يكون معه بالأعمال اللي راح يشتغلها برا التاريخي، مثل أحلام كبيرة وعصي الدمع. ومين منا بينسى تفاصيل هالبيوت؟ مثلا غرفة الشباب بأحلام كبيرة وقت كانوا لسه كلياتهم بالبيت، وكيف صار شكلها بعد ما كل واحد راح بطريقه. عصي الدمع وبيت من واصل اللي مليان تفاصيل بتشبه شخصيتها، لك حتى الفيلا تبع رياض تحس انه بتشبهه كتير. رياض اللي هو جمال سليمان، مو رياض اللي كانت سلافة واخرجي. وعد لقلك لسه عندك على طول الايام والحصرم الشامي والحوت واهل الرايه وزمان البرغوث، وكلياتهم تصوروا بالحاره تبع نفسه الحوت. وانت عمري وسقف العالم مع نجدة انزور وعلى صفيح ساخن مع سيف الدين سباعي. شو بدنا نعد لنعد؟ اعماله كتير هذا الزلمه ما شاء الله عنه. هذا غير انه اشتغل برا سوريا كمان، مثل مسلسل العاصوف اللي كان جزئين بالسعوديه مع المخرج السوري المثنى الصبح، وكان من بطوله الفنان السعودي ناصر الخصبي. واشتغل 9 اعمال بالامارات. واذا بدنا ندقدس اكثر اكيد ما بتعرف شو بدك تلاقي، ناصر جليلي اشتغل مع معظم مخرجين سوريا، واكيد هذا ما اجى عن عبث. موهبته وخياله لعبوا دور كتير كبير، بس كمان هدوء اللي تميز فيه خلت العالم تبعته ليتوسط لحاتم علي يخفف عصبيه. صدقه بشغله وثقافته العاليه خلته مرجع لاي حدا بيشتغل بالعمل، ليقدر يساعدهم لحتى يصيروا يعرفوا اكثر عن العمل، وبالتالي يفهموا اكثر شو لازم يشتغلوا. وشغلات اكثر خلته ملجأ للمخرجين لما بدهم يختاروا حدا بيعرفوا انه راح يخليهم يناموا وهن مرتاحين ومأمنين انه الديكور بايدي امينه. تحيه لكل مبدعين البلد اللي ما اخذوا حقهم، خصوصا المبدع والخلوق ناصر جليلي يلي بدونه كانت درامتنا اكيد راح تكون غير. بنتمنى للاستاذ ناصر جليلي الصحه والعمر الطويل. بدي اشكر بنهايه الحلقه تغريد دواس على مساهمتها بهي الحلقه. بدي اشكر ايضا الاستاذ ناصر جليلي نفسه اللي ساعدنا ايضا لحتى تكون هي الحلقه موجوده. وضلوا بخير واعملوا شيء. بس نرجع فكرة انا هي بشريه ما فهمتها. لك لانه الزخارف كانت ترسم رسمات مثل الفراعنه يسووا بني ادمين. كنت قايله صح. لا والله كنت قايله صح. والله كنت قايله صح. يلا بعد. بتكون الاحداث بقرعه. انا فاتح الكاميرا وعم صور. مرحبتين.